السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده اليوم بتاعنا في السلاكة هنكلف. احنا قبل المغرب كده على طول اهو، يعني ما بين المغرب وما بين العصر. طبعا زي ما انا قلت لكم، انا الصبح بفطر الحمام اللي عنده زغاليل، ودلوقتي وقت الكلفة لحمام السلاكة كله. طبعا انا محضر الكلفة بتاعتنا اهي زي ما حضراتكم شايفين اهي، وهخش دلوقتي نكلف الحمام كله. يلا بينا. طبعا الكلفة قدام حضرتك اهي، عبارة عن بسلة وفول وعويجة. بسلة وفول وعويجة، تمام. يلا بينا بقى كده، هنخش على قص نكلفه. عندنا طبعا البنايده البيض هنا لسه ما حصوش يا جماعه اهو. نخش على القص اللي تحت منه البرق السود، كلفه اهي. حط كبشتين حلوين كده، واللي اتفضل منهم بشيله. هنا طبعا القص الكركنديات يا جماعه، قلت لك انا هحضن تحت منهم ايه؟ هحضن تحت منهم المرقعات، علشان البولندا نت اللي هو كان تحت منهم والدكر الاحمر طلع الحصى بتاعهم رايق. خلاص نيجي هنا عند القص الزاجل ده اللي عنده الزغلول اللبلق الاحمر والاحمر غزار. النتايه باضت هناك يا جماعه اهي. بصوا، خد بالك انا قلت لك في الفيديو اللي فات، لما تلاقي الزغاليل في عمر كده اعرف ان الحمام الكبير الحضان اللي هم بيزقوهم هيبيضوا اهو. باضوا هناك اهو ما شاء الله. هنا عندنا القص ده طبعا هبص على الحمام كله بقى، اشوف بقى حاجه باضت ولا لا. الترم مراقبه صفرا والذكر الصافي. انا عاوزكم بقى تعيشوا في السلاكه كانها سلكتكم، هي سلكتكم. فتابع بقى كل يوم كده معايا اول باول. هنزل لك فيديوهات دايما. اهم حاجه كده تصلي على النبي في الكومنتات، ما تنساش اللايك بتاعك الجميل، واعمل يا باشا متابعه لو انت مش عامل متابعه للصفحه. وعندنا القص دول اللي هو الذكر الانجليزي الاسود، والنتايه حول انجليزيه صفرا. هي مش انجليزيه صفرا بس هنقوله عليها كده وخلاص. خلاص عندهم الزغلوتين الحمر عيال الذكر الاحمر والنتايه بولندا نت اهو. نروح هنا اللهم صل على جمال النبي. عندنا القص دول وعندهم الزغلوتين البنفسجيات. هنكلف ادي الكلفه اهي. هنا بزود لهم برده، بديهم 3 كبشات علشان الزغلوتين دول كبار. تعالى بس كده نقرب الكرسي ده ونطلع هنا. هنا النتايه اهي مزيكا، والتمر هنا لسه ما بادوش اهو، ما بادوش. بحط كبشتين كلفه تحت منهم القص البلق الخضر لسه ما بادوش. بص يا باشا، بص يا باشا اهي، ادي كبشه وادي كبشه تاني مليانه اهي، بحطها للقص علشان ياكل ويشبع. القص دول اللي عندهم التراتير، القص دول تحت منهم حصى التراتير اهو. الحصويتين جوه قاعدين عليهم يوم 14/10 محصين. القص ده بقى اللي عنده الزغلول اللبلق الاخضر قدام حضرتك اهو. ادي كبشه وادي كبشه تانيه مليانه عشان خاطر الزغلول الاخضر. هم تحت منهم بيضه، تحت منهم حصوايه لسه ما جابوش التانيه. انا بفرجك باب باب، عايزك تحفظ بقى، عايزك تحفظ عشان تعرف اللي بيدور في السلاكه. هنا هنكلف برضو القصين دول. القص ده الذكر النقش العاده ده، والتيره ال107 وحصه اهم. التيره ال107 حصت اهي. خلاص وركز معايا برضو، ركز معايا، عايزك تحفظ معايا كده. خلاص في الفيديو اللي فات قلت لك انا هشوف في القص البلق الحمر تحت منهم زغلولتين، هل بياكلوا زغلول كويس وزغلول لا؟ ولو لقيت الزغلول اللي هو ما بياكلش كويس، يعني مش واخد الغذاء بتاعه، اخوه بياكل اكتر منه، هنقله. فزي ما انت شايف اهو الزغلول اللبلق الاحمر اهو نقلته مع الزغلول البنفسجي هنا علشان يقووه شويه. نروح هنا بقى القص السكروتات دول. النتايه دي كبيره شويه في السن، والتيره المسنه اللي بتبقى كبيره شويه في السن يا جدعان ما بتبيضش على طول. خلاص. اما بالنسبه لهنا دي تيره مراقبه صفرا، دي عليها 3، عليها 3، وده شاب لسه مخلص. اسمع بقى انا حاططهم ليه. انا بسخن النتايه دي، بسخنها، والذكر ده بحضره برده للفرخ لسه اول عش ليه او لاول جواز ليه. مش مستني منهم بيض دلوقتي، بس انا عاوز اسخن النتايه اسويها، عاوزها تزوف تمام عشان النتايه غشيمه شويه. هنا عندنا التيره الطرطوره حضرتك اهي، والذكر الطرطور رامين حصوايه يوم 25 اهو، وريتهم لك الفيديو اللي فات. هندوهم كلفه. المفروض النهارده 27. هنمسك حجر النتايه، همسك حجر النتايه اهي اهي، همسك حجر النتايه كده بايدي واشوفها
فيها بيضه تانيه ولا لا؟ النتايه فيها بيضه تانيه يا جماعه، فيها بيضه تانيه تجيبها النهارده. نروح هنا بقى لقص البلق الحمر اهم، هتلفهم برضو، هديهم كبشتين حلوين قدام حضرتك اهو. وادي الزغلول اللي عندهم اهو، اهو ادي الزغلول اللي عندهم ده الكبير اهو، طلع احمر اهو، مش طلع على ورد المره دي. ربنا يكرمنا ويدعمنا منهم وناخد منهم بلق حمر ان شاء الله كده باذن الله. هنا عندنا القص الكسخنجيات او الزرقاء قطيفه اللي عندهم الزغلول الكسخنجي والزغلول الاحمر. الزغاليل كلها بتلقط يا جماعه، فرجك دلوقتي اهو. بص يا باشا، بص يا باشا، بص هنا الزغاليل بتلقط اهي، تمام. وبص هنا الزغاليل بتلقط اهي، بس مش معنى ان الزغاليل بتلقط طب انا قاطفها اهو اهو. انا هوري لك برده كده عشان تتفرج معايا. بص بص يا باشا، الزغلولتين بيلقطوا اهم، شايف؟ بياكلوا اهو. ولو بصينا هنا اهو، بص الزغلولتين البنفسجيات بياكلوا. ولو بصينا هنا هتلاقي الزغلول الاحمر واللي على ورد بياكل. ولو بصينا فوق هنا هتلاقي الزغلولتين الحمر برضو بص بياكلوا اهم. بس مش معنى كده يا باشا ان انا ايه اشيلهم من تحت اهاليهم دلوقتي. قلت لك لا، كل لما الزغلول يقعد تحت امه وابوه كل لما تاخد زغلول بصحه كويسه. ما تستعجلش على قطف الزغلول، ما تستعجلش، سيبه. هما بياكلوه، هما بيغذوه، بياكل معاهم. صدقني هتاخد زغلول صحته كويسه. تعالى نروح هنا، تعالوا بقى كده. القص ده هنحط له برضه عنده زغلول اهو ازرق، برضه الزغلول ده بيلقط يا جدعان اهو، تمام. نروح للقص ده اللي كان تحت منهم زغلول ابن الصافي ومات، هنحط لهم كبشتين. هنا طبعا القص ده بحط له كبشتين عاديين جدا، تمام. وانا اللي باكل الزغلول ده يا جدعان، انا اللي باكله. بنقله شويه بسله وبنفخهم له وبديله شويه الميه بتوعه، وعلى الله التسهيل. ايه اللي هيحصل مع الزغلول ده لسه مش عارف، الله اعلم. نروح هنا الدكر العاده ابو رقبه خضراء المزرزر ده، والنتايه الاستراليه. خش اتفرج على قناه التربه ابو حازم والحمام، عشان الناس قالت لي انت ازاي ماسك ضريب وبتفرخه، وانا عندي قاعده ومتاكد مليون في الميه، ودي مش وجهه نظر. انا ما بكلمكش في وجهه نظر، انا بكلمك عن تجربه وخبره. ابن الضريب مش ضريب، ابن الضريب مش ضريب، ابن الطفيف مش طفيف، ابن الجرار مش جرار. يا جدعان حالات بتطلع نادره. اهم حاجه عندي النتايه. الذكر عليه عامل بس النتايه اكتر. النتايه انا ادي النتايه 70% وادي الذكر 30%. دي تجربه ودي خبره ودي معلومات انا استفدتها من خبره 35 سنه تربيه حمام. ما باخدش معلومات منقوله من حد، عن تجربه. ابنهم فوق، وخش اتفرج على الفيديو وانا حكيت عليه قبل كده، واتفرج على فيديو بتاع النش بتاع الشبابات وبتاع الزغاليل، شوف ابنهم عمل ايه، تمام. هنا احنا عندنا قص العنابره دول، التيره قصع في الطاجن هناك اهي بس لسه ما حسوش. هندوهم ايه؟ كبشتين اهو، تمام. دول قص حمر غزار، سيبوكم منهم عشان لهم قصه بعد كده احكي لكم عليها. دول الذكر الاحمر غزار والتيره المرقعه اللي عيالهم موجودين في الغيه فوق وموجودين هنا. عندنا هنا القص ده اللي تحت منه الزغلول البنيدي اهو، بديله برده كلفه. عندهم زغلول بنيدي هناك اهو، وادي القص اهو، دول حضان، تمام، وبديهم الكلفه. هنا القص الشفرات، القص الشفرات عندهم زغلولتين لسه فاتحين امبارح. الشفرات دول يا باشا تقدر تحط لهم دراعك ياكلوه، هياكلوه، بياكلوا اكل ما شاء الله يعني عليهم. هنا اللهم صل على جمال النبي عندنا ابلق اخضر، عندنا ابلق اخضر، تمام. النهارده كام؟ النهارده 27 وده يوم 10. يبقى الزغلولتين اللي هنا اللي في الحصوايه دي قدامهم يوم او يومين ويفتحوا. تعد كام يوم؟ تعد 18 يوم يا باشا، تعد 18 يوم. يبقى دول قدامهم قد ايه؟ قدامهم يوم او 2 ويفتحوا. انا هرجع اقول لك تاني، قدامهم يوم ولا 2 عشان يفتحوا. امتى؟ محصين يوم 10، يبقى هيفتحوا امتى؟ يوم 28 او 29. خلاص. بعمل ايه انا بقى قبل ما افتحوا بيوم ولا يومين؟ بروح على مسقه الميه اهي مثلا بتاعتهم، وبنزل الحصوايه الميه، هوريها لك اهي. بص الحصوايه في الميه، واحطها في الطاجن، وامسك الحصوايه الثانيه انزلها في الميه، اسقطها كده،
وطلعها من الميه حضرتك اهي وحطها لهم في الطاجن. تمام؟ ليه؟ بتلاشى كبس الحصى. بتلاشى كبس الحصى. وعندنا القص ده عندهم زغلولتين عيال التمر هندي اهو. تمام؟ تمام. تعالى بقى هنا هنروح نجيب الورقه اللي احنا كتبناها بتاعه يوم 27/10. 27/10 هحطها فين؟ عند القص ده. استنوا نجيبوا دبوس. نجيبوا دبوس يا معلم. دبابيسو اهو. لحظه معايا معلش يا جدعان. اهو الدبوس وقع في الارض اهو. اهو. تمام؟ وبشك الورقه كده في النص اهي. استنى اطفي لكم الكشاف عشان يبان معاكم اكتر. اهو. بشك الورقه في النص وبعلقها في الباب. بعلقها في الباب. طيب بص بقى وركز معايا بقى. ركز معايا بقى. المرقعات خدتهم حطيتهم عند الكركنديات وفرق 4 ايام. خلاص؟ دي رقم واحد. دي رقم واحد. رقم اتنين اخدت حصويتين بلاستيك حطيتهم تحت المرقعات. ليه يا عم ابو حازم؟ علشان الحمام تحن للطاجن. لو انا فضلت اشيل الحصى واحضر واقوم الحمام من الطاجن، الحمامه دي تكره الطاجن وممكن تقف حصى وممكن بعد كده ما تبيتش في الطاجن. لكن انا بسيب النتايه والذكر قاعدين على الحصى فتره اسبوع 10 ايام الحصى البلاستيك. وبعد كده بشيل النتايه واسيب الذكر وبعد كده ارجع اجيب النتايه اديها للذكر واشيل الحصوتين دول. ربنا يكرمني ويكسروا ويدوني حصى تاني. خلاص؟ دي رقم واحد. رقم اتنين القص ده انا قلت لكم هو بيزق عياله. هو بيزق عياله. طيب انا هاخد الحصويتين دول او الحصويه جايبه حصويه واحده لحد دلوقتي. وريني كده جبت التانيه؟ ما جابتش التانيه. طب هي فيها حصويه تانيه؟ تعالوا نبص عليها. هي المفروض النهارده 27 يعني فرق 3 ايام. ما فيهاش حصويه تانيه يا جماعه. ما فيهاش حصويه تانيه. هناخد الحصويتين دول نحطهم هنا. نحطهم تحت القص الزاجل ده. خلاص؟ والحصويتين بتوع النقش والترى العاده دول ركز معايا. ركز معايا. العاده ده النقش والترى العاده مراقبه صفرة. هاخد الحصى بتاعهم احضنه هنا عند القص ده اللي لسه جايب لي حصويه واحده لسه ما جابش التانيه. تمام؟ طيب ايه يا عم ابو حازم هتحضن الحصى بتاع الاسترالي والعاده مراقبه خضراء وانت قلت دول بيزقوا عيالهم؟ لاني انا عاوز ادخل الطيره الزرقاء. اسمع مني بقى. الطيره الزرقاء الازازيه ام طرطور اللي كانت طايره عندي ونزلتها بدل ما اردها لابوها اديها لابو رقبه خضرا ده. هو وشه حلو وربنا يكرمنا هي ازازيه وهو برقبه خضرا او مزرزر يدونا برقبات خضر. تعالى كده ادي الدكر اهو. طبعا الدكر وشه كويس. تمام؟ وادي النتايه اللي انا عايز اديها له. يبقى انا اعمل ايه؟ والنتايه دي لسه بخيرها. يعني اديها الدكر اسبوع يا باشا تكون بيضه. اهي. بص اهي النتايه اهي اللي عماله بص عفريته. بص 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 عفريته اهي. بص النتايه اهي. اهي الزرقاء دي. شايفها؟ اهي. انا هاخد النتايه دي ان شاء الله واديها للمزرزر اللي هو برقبه خضراء. خلاص؟ يجيبوا طراطير يجيبوا قرع مش مهم. مش فارقه معايا. مش فارقه معايا. يجيب لي ايه؟ مش مهم. اهم حاجه يجيب لي حمامه وشها كويس. يجيب لي حمامه وشها كويس. احاول اعمل برقبات خضر منهم وفي نفس الوقت جم بطراطير جم قرع مش هتفرق. عايز الجموديه. هطلع منهم زغلولتين اجربهم. طلعوا كويسين وجامدين ودمهم ركب على بعض. هقوم واخد النتايه مثبتها على الدكر ده وما احلهمش من بعض. ويبقى قص تاني عملناه. خلاص يا رجاله؟ دي كانت حلقتنا النهارده وان شاء الله باذن الله هقدم لكم كل جديد. لو محتاج اي سؤال اي استفسار اكتب لي في الكومنتات. اهم حاجه تصلي على النبي. ما تنساش تعمل كومنت وتعمل لايك كويس على الفيديو علشان الفيديو ينتشر. لان فعلا يا جدعان مفيش تفاعل على الصفحه خالص. فشجعوني اخواتي وحبايبي. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.